تعملي ايه لو كنتي سنجل بائسة زي البطلة بس فجأة لقيتي 5 رجالة زي الفل بيجروا وراكي وبيبدأوا يتخانقوا وهيموتوا بعض عشان خاطر حضرتك، مع العلم ان كلهم اغنياء وسيمين؟ فيا ترى انت هتختاري مين فيهم؟ ده اللي احنا هنعرفه في الملخص بتاعنا. بس قبل ما نبدأ متنساش تحط لايكات كتير عشان تشجعني وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا جوهو اللي بتكون شغالة موظفة في شركة إعلانات، ولكن من حظها الفقر بيكون عندها مدير زي الشيطان دايما بيهزقها وبيمرمطها وبيخليها تعمل كل حاجة. ولكن بنتنا مش بتسكت وبترد على كل التهزيق ده وبتفضل تشتمه بس في مخيلتها. ولما بتروح بتكتب كل اللي بيحصل معاها واللي المدير بيعمله فيها على هيئة قصة على الانترنت. وبنعرف انها عايشة مع امها واخوها في نفس البيت، بس امها بتكون ست فظيعة ومش طايقاها لان هي لحد دلوقتي ما اتجوزتش ولسه قاعدة معاهم، لا وكمان بتاخد منها المرتب وبتروح تديه لاخوها الفاشل. ولما جوه بتعرف بتروح تزعق لامها، بس هي بتقول لها تفلقي، مش كفاية مستحملاكي كل ده؟ لو مش عاجبك البيت سيبينا وامشي. فجوه مش بتستحمل الاهانة وبتزعق لامها وبتسيب لهم البيت وبتطلع تشتمهم في الشارع. وبالليل بتروح عزل واحدة من رؤسائها في الشركة وبتكون زعلانة قوي لان هي كانت بتحب الست اللي ماتت. ولما كانت قاعدة زمايلها في الشغل بيفضلوا يتريقوا عليها لان هي لحد دلوقتي سنجل بائسة ومفيش راجل عبرها. والمشكلة بتزيد لما واحدة صاحبتها بتدخل شايلة ابنها على ايديها، فالكل بيفضل يتريق على جوهو، خصوصا لما بيعرفوا ان حبيبها مستحملهاش وانفصل عنها، فبتحس ان الدنيا جاية عليها فبتسيب لهم العزا وبتطلع برا تعيط. وتاني يوم بنعرف ان مدير جوهو في الشركة اسمه تاي، ولكن للأسف الشديد مش تاي ده اللي بيكون مدير وغد وشرير ودايما ممرمط جوهو معاه. ولما بيعرف ان هي جت متأخرة بيهزقها وبيمسح بكرامتها بلاط الشركة، وكمان بيقول لها انا مش هقدر استحملك اكتر من كده، ويلا بقى انت منقولة من الفريق بتاعي وهتروحي فريق بي ومش عايزة اشوف وشك تاني. والمرة دي جوهو مش بتستحمل وبتروح تنفجر في وشه وبتقول له انت يا حقير مفكرني ان انا عايزة اشتغل معاك، وبتقوم رامية الورق في وشه. وطبعا بتبقى فرحانة وفخورة بالانجاز اللي عملته فبتروح تكتبه في القصة بتاعتها. وتاني يوم بتقول له خلي بالك انت هتتحايل عليا ان نرجع الفريق بتاعك، فهو هيقول لها ماشي يا حقيرة بكرة هنبقى نشوف. ولكن جوهو بتتصدم لما بتعرف ان المدير اللي هتشتغل معاه هو هوانج حبيبها السابق. وبتبدأ ان هي تفتكر ذكرياتهم سوا، وبنعرف ان هما كانوا بيتواعدوا لمدة 3 سنين وكانوا بيحبوا بعض قوي وحبهم ولع في الذرة. وفجأة هوانج بينفصل عنها، بس جوهو بتفضل تتحايل عليه ان هو يرجع لها ولكنه بيرفض، ومن ساعتها وهي مش طايقاه. ونرجع لجوهو اللي بتبقى مش طايقة نفسها فبتجري على تي وبتقول له ابوس ايدك رجعنا اشتغل معاك تاني، بس هو بيقول لها مش انا واخده حقير عمري ما هرجعك تاني. فبتضطر تقبل بالامر الواقع وبتقول انا لازم اهتم بنفسي عشان اغيظ هوانج. وتاني يوم بتلبس وبتتشيك وبتروح الشغل، وطبعا الموظفين كلهم بيستغربوا ازاي هي نطفت فجأة كده، وخصوصا تاي اللي بيقول لها انت مالك يا بت نضفتي كده ليه، ده انت طول عمرك معفنة. فبتحس بالاحراج قدام هوانج اللي الشركة بتكون عامله له حفلة ترحيب النهارده، فبتضطر تشارك معاهم عشان ما يلحش ان هي زعلانة. وفي الواقع هي ما بتكونش طايقاه ولا طايقة نفسها وبتفضل طول الوقت تصوت. فبتيجي على نفسها تاني وبتروح تترجى تاي ان هو يرجعها، بس هو بيقول لها انسي. فبتتعصب وبتروح تفش غلها في الاكل. وبنعرف ان جوهو دي عيله تفصى، ولما الراجل بتاع المحل بيلاحظ بيكرشها قبل ما تخلص له كل الاكل اللي عنده. وفي الوقت ده تاي بيكلمها وبيقول لها انت يا حقيره تعالي الحفله بدل ما اجي اجيبك من قفاكي، وبيقفل السكه في وشها. طبعا بنتنا مش بتسكت وبتفضل تشتمه في سرها وبتضطر تروح الحفله غصب عنها. ولما بتسمع هوانج وهو بيغني بتفتكر ذكرياتهم سوا وبتفضل تبكي على الاطلال. وبتبتدي جوه تغير، خصوصا لما بتلاقي الموظفات بيقربوا منه، وبتبقى هتولع في نفسها لغايه ما صاحبتها بتيجي وبتقول لها اهدي يا مفضوحه كده الشركه كلها هتاخد بالها وتعرف ان هو كان الاكس بتاعك. وبعد شويه بيجي الرئيس التنفيذي وبيعزم جوه على الغدا، وبنعرف ان هو رئيس زي السكر بيعامل الموظفين كلهم حلو عشان كده بيحبوه. وبنتنا بتستغل الفرصه وبتطلب منه يقنع تاي يرجعها الفريق تاني، فهو بيقول لها عشان خاطرك هحاول. ولما بترجع الشركه بتكتشف ان في مشكله في الاعلان اللي هيصوروه، فبتروح تعرف هوانج باللي حصل، فهو بيقول لها ماشي وبياخد زميلتها عشان يروحوا يحلوا المشكله. فبتتعصب وبتبدا تتخيل ان هما مش هيشتغلوا انما هيقضوها صرمحه سوا. وبعد شويه بتروح تقابل امها اللي بتقول لها بصي يا بنتي انا جايبه لك عريس زي الفل غني ووسيم والبنات كلها بتجري وراه، عارفه انت لو رفضتيني هعمل فيكي ايه، ويلا بقى اتجوزي بسرعه عشان اخلص منك. فجوه بتقول انا لازم افك عن نفسي، وبتتصدم لما بتلاقي صف شباب زي الفل جايين يصوروا اعلان عندهم في الشركه، فبتستخبى وبتفضل تبحلق لهم لحد اما تاي بيجي وبيقول لها امشي يا قليله الادب روحي شوفي شغلك.
وبعد شوية بيعزمها ان هم يخرجوا سوا، بس هي بتقول انا مش فاضية عشان انا وامي رايحين مشوار سوا. وقبل الموعد المدبر جوه بتظبط نفسها عشان الشاب اللي هي راح تقابله يعجب بيها، ولكنها بتتفاجئ لما بتلاقي الشاب في شبه من مديرها الواخد، وكانت لسه هتشتمه بس بتتفاجئ ان مديرها موجود في نفس المكان عشان كان عنده شغل. فتي بيبص لها ونظرات الشر مليانة عينيه بس مش بيقول لها حاجة وبيمشي، فبتضطر تكمل الموعد وهي متوترة. ولما بتخلص بتلاقي تي مستنيها بره وبيقول لها يا كدابه بقى انت خارجه مع عمك. فهو بيقول لها ماشي يا حقيره انا هوريكي، وبعد كده بيوصلها الشركه، وهناك بيكتشفوا ان العرض اللي هيصوروا معاه الاعلان مختفي وقافل تليفونه. فهوانج بيتعصب وبيروح يزعق لجوه وبيقول لها انت مسؤوله قدامي ولازم تشوفي حل للمشكله دي. فبنتنا بتتنرفز ولكنها بتسيب كل اللي وراها وبتروح تنام. وتاني يوم صاحبتها بتعرض عليها ان هم يروحوا مالها ليلي عشان يفرفشوا، بس جوه بتقول لها انا عندي شغل. ولما جوه بتروح بتسمع امها وهي بتشتمها لان هي سابت العريس وبالوضع ده مش هتتجوز، فبتحس بالاحراج وبتسيب لهم البيت وبتروح تقعد في شقه لوحدها. وبتبعت رساله لصاحبتها عشان يروحوا المالها الليلي سوا، وفعلا بيروحوا وبينطلقوا وبيفضلوا يرقصوا ويشربوا. ولكن من حظهم الفقر الشركه بتبقى عامله حفله في نفس المكان وكل الموظفين زمايلهم هناك. ولكن فجأة جوه بتلاقي واحد زميلها اسمه من بيرقص معاها وبيشدها وبيبوسها، فبتقوم لطشاه بالقلم. بس للأسف تي وهوانج بيبقوا واقفين وشايفين كل اللي حصل. وتاني يوم تي بيمسك من يهزقه وبيمسح بكرامته بلاط الشركة وبيخليه يشتغل شغل كتير، وده لأنه في الفريق بتاعه. بينما هوانج ما بيكونش طايقه وبيفضل يضرب فيه ويتلكك له على أي حاجة، بس من مش بيستسلم وبيفضل يقرب من جوه لحد ما تي بيجي يبعده عنها وبيحذره وبيقول له روح شوف شغلك يا فاشل. وتي بيديها رقم العرض اللي هم هيصوروا معاه الاعلان، فبتتبسط وبتشكره وبتروح توديه لهوانج. ولما بيروحوا يقابلوا الشاب بنكتشف ان هو ابننا القمر سوكي، بس طالع هنا بدور ممثل اعلانات وبيوافق يشتغل معاهم. وطبعا جو بتبقى مبسوطه وكانت لسه هتقرب من هوانج، بس لما بتفتكر ان هو الاكس بتسيبه وبتمشي. وبتلاقي الجو ساقعه بس من بيحط لها الجاكيت بتاعه، فمن الصدمه بتقوم عاطسه في وشه، ولكنه مش بيعمل لها حاجه وبياخدها يعزمها على اكل، وعشان هي عيله طفصه بتنخ قدامه. وكمان بيوديها الصيدليه عشان يجيب لها دواء وبيسلم عليها قبل ما يمشي. فجوه بتبقى طايره من الفرحه وبتروح تكتب كل ده في القصه بتاعتها. ولكن تي بيقطع لحظاتها السعيده وبيقول لها انا كنت مخنوق بس فحبيت اهزقك، وبيقفل السكه في وشها. وطبعا جوه مش بتسكت وكالعاده بتفضل تهزقه في سرها. واثناء ما هم بيصوروا اعلان بيبدا مني يقرب منها، ولما بيخلصوا بيعزمها على الغدا، وده لان الوصول لقلب جوه عن طريق معدتها. ولما بتدوق الاكل بتلاقي طعمه حلو فبتبدا تعجب بمن اللي بيخرجها بالليل، وبيقضوا شويه وقت رومانسي سوا. وفي وقت الغدا بتلاقي منه وهوانج جايين يقعدوا معاها، لا وكمان من بيحاول يقرب منها فبتبقى متوتره على الاخر. وبعد الغدا جوه بتحكي لصاحبتها على كل اللي حصل، فصاحبتها بتقول لها من ده شاب صغير ووسيم وجميل، انت لازم تكوني مبسوطه ان في حد بيعبرك، انت لازم تستغلي الفرصه الذهبيه دي وتخرجي معاه لانه شاب ما يتعوضش. فبتقتنع بكلامها وبتتمشى معاه، ولكن هوانج بيكون غيران وهيولع. ولما بترجع الشركة تاي بيحاول يقرب منها بس هي بتكون مستغربة طريقته، فبيحس بالإحراج وبيمشي. ولما كانوا نازلين في الأسانسير تاي بيشوفهم فبيستخبى. وبتبدأ جو تحكي لصاحبتها وبتقول لها تاي ده شخص غريب، شوية يهزقني وشوية عاملني كويس. فصاحبتها بتقول لها فكك منه وركزي مع من. فجو بتقول لها عندك حق، وبتنزل تلاقي من مستنيها تحت. ولما تاي بيشوفهم بيبقى هيولع، فبيبعت لها رسالة وبيقول لها في مشكلة في الشغل عايزك تيجي دلوقتي، بس هي مش بتعبره وبتستمتع بالعشاء اللي من جايبه لها. وتاني يوم بتعمل هي وصاحبتها جلسة نميمة وبتقول لها ان من ده شاب لطيف ووسيم وان هي بدأت تعجب بيه. وفي الوقت ده تاي بيكون سامعهم فبيتعصب وبيقتحم الجلسة وبيهزق جوه لان هي ما ردتش عليه امبارح. فهي بتقول له وانت مالك بيا، انا كده كده مش في الفريق بتاعك فمن حقي ان انا ما اعبركش. فهو بيقول لها ماشي، وبيروح لهوانج وبيطلب منه ان هو يرجع له جوه. فهو بيقول له انسى، وبتقوم ما بينهم ملحمة تاريخية، وجوه بتكون واقفة وخايفة ان هما الاتنين يولعوا في بعض عشانها. وبيبدأ هوانج ان هو يغير عليها وبيقرب منها بحجة ان هما بيشتغلوا، بس هي بتقول له الزم حدودك، انت بالنسبة لي اكس وما تتدخلش في حياتي الشخصية. وبعد كده بتروح تجيب ملفات وكانت هتقع، بس ابننا تي بيلحقها والملفات كلها بتقع على ظهره. وبيبدأ تي يتخانق مع هوانج وبتقوم ما بينهم ملحمة تاريخية، والشركة كلها كانت هتولع بسبب جوهو هتروح في فريق مين فيهم.
والموظفين كلهم بيكونوا مبسوطين وبيعملوا جلسة نميمة وبيبدأوا يتوقعوا هو مين فيهم اللي هيكسب. ومن بيستغل الوضع وبيبتدي يقرب من جوهو، بس تاي بيقفشه وبيبعدوا عنها وبيقولها يلا ست هانم عشان ورانا شغل. ولما كانت راكبة معاه العربية بتعطس وبتعرفه ان هي عندها برد، فبيقوم واقف فورا وبيقول لها انزلي يا حاقرة بره العربية، فريدي فيروساتك دي عادتني واحبال الصوتية اتأثرت، هتعملي ليه انت ساعتها؟ فبتنزل جوهو وهي محرجة وبتفضل تشتمه، بس لما بتكتشف ان هو وصلها لبيتها بتكون مبسوطة. وبنعرف ان تاي نزلها عشان هو عارف ان ده مكان بيتها وعايزها تنزل ترتاح. سوري يا تاي، احنا كنا ظالمينك وانت طلعت شاب محترم. وتاني يوم بتبدأ الخناقات ما بين فريق تاي وفريق هوانج على فكرة إعلان، والفريق صاحب الفكرة الأحلى هو اللي هينفذ الإعلان، وبيكون ممنوع حد من الفريقين إن هما يتقابلوا أو حتى يتكلموا سوا. وعشان كده بتبدأ صاحبة جوهو إن هي تتجنبها وما بتتكلمش معاها، فالموضوع ده بيضايقها. وتاني يوم بتروح هي وهوانج يقابلوا مخرج الإعلان اللي بيعرفهم إن هو كده هينفذ فكرتهم، لأن هو مش بيقبل تاي ولا بيحب يشتغل معاه. ولما كانوا مروحين بيبدأ هوانج يقرب منها وبيعتذر لها على اللي هو عمله وبيطلب منها يرجعوا تاني، بس هي بتقوله انت بالنسبة لي صفحة واتقفلت، مش عايزة اشوف وشك تاني. وطبعا بنتنا بتكتئب، وعشان تفك اكتئابها ده بتعمل ايه؟ بتروح تاكل، والمرة دي بتروح سوبر ماركت عشان تجيب اكل، ولكن بنتفاجئ ان بنتنا بارك شين هي شغالة في المحل. واثناء ما هي بتاكل رئيسة الموقع بتكلمها وبتعرفها ان القصة بتاعتها اتشهرت وفي ناس كتير قرتها وجالها فلوس ياما، فبتتبسط ولكنها بتضطر ترجع الشركة عشان عندهم اجتماع مهم. واثناء ما هم قاعدين بتقترح عليهم فكره اعلان، بس زمايلها بيعترضوا، فبتقوم مصوته لهم، وطبعا بيضطروا هم وهوانج ان هم يوافقوا عشان هم خايفين منها. ولما بتخلص بتلاقي من جاي يحضنها وبيفضل يقول لها كلام رومانسي، وفي هذه اللحظه بيهجم تاي وهوانج عليهم وبيبعدوهم عن بعض بسرعه بحجه ان ما ينفعش اتنين من الفريقين المنافسين يتكلموا سوا، وبكده نقدر نقول ان ده مربع حب زي الفل. وطبعا جوي ما بتصدق وبتروح تنم مع صاحبتها وبتقول لها على من عمله، فصاحبتها بتقول لها انا مش قلتلك من ده شاب لقطه، انت لازم تمسكي فيه بايدك واسنانك. وفي الوقت ده تاي بيكون معدي فبيسمعهم وبيتغاظ وبياخد صاحبتها من قفاها عشان هي في الفريق بتاعه، وبيقول لهم احنا دلوقتي في منافسه ما ينفعش تتكلموا سوا. وبعد شويه جوهو بتروح مع الرئيس التنفيذي عشان يقابلوا صاحبه الاعلان الجديد، والست دي بتوافق تمضي معاهم لما جوهو بترقص قدامها وبتبقى عامله زي الهبله. والرئيس عشان يكافئها بيعزمها على اكل، وطبعا جوهو بتبتدي تنخ قدامه، خصوصا ان ده عازمها على لحمه مش مكرونه زي بقيه الرجاله. وبيبان على الرئيس ان هو معجب بيها لانه بيعاملها معامله خاصه. ولما كانت ماشيه بتلاقي من ماشي مع واحده فبتمشي وهي زعلانه، ولما بيكلمها بتهزقه وبتقول مش عايزه اشوف وشك تاني. وبعد شويه تاي بيكلمها فبتكون متعصبه وبتنفجر في وشه وبتفضل تشتمه، وفي الاخر بتقول له على مكانها. ولما بتقفل بتكتشف كميه التهزيق والشتيمه اللي هي قالتها له، فبتقول اكيد هيجي يموتني، ولكنه بيكون لطيف معاها وبيوصلها لغايه البيت. وبتبدا تتخيل ان هو هيقرب منها ويبوسها، بس ابننا بيطلع محترم وبيقول لها خشي نامي عشان عندك شغل بكره. ثاني يوم بتعمل جلسة نميمة مع صاحبتها كالعادة، وبتبدأ تحكي لها على اللي تاي عمله، فصاحبتها بتقول لها أكيد تاي معجب بيكي، انت لازم تقربي منه عشان تعرفي ده عريس لقطة ومش هتلاقي زيه. وكالعادة تاي بيسمعهم، بس المرة ده عشان بيتكلموا عليه كويس مش بيقول لهم حاجة وبيعمل نفسه جاي يشرب وبيمشي. وبتبدأ جوهو تركز معاه وبتفضل طول الوقت بصاله، ولما زمايلها بيلاحظوا بيزعقوا لها لأنهم مفكرين إنها بتخونهم مع الفريق التاني، بس هي بتنكر. وكل فريق بيخطط ان هو لازم يسرق مشروع الفريق التاني عشان يعرفوا هما بيفكروا في ايه ويقدروا يعدلوا على كده ويتفوقوا عليهم. وبتبدأ جوه تنفذ خطتها وبتستغل ان منى عايز يتكلم معاها، فبتديله ملفات مزيفة وبتطلب منه ان هو يحطها على مكتبها، وطبعا هو بيستغل الفرصة وبيسحب ملفات المشروع وبيروح يوديها لفريقه. ولكن جوه بتتسحب وبتروح تسرق التصاميم من عندهم، بس بتكتشف ان تاي ضحك عليها والورق فاضي. فجوهي بتقول ما بدهاش وبتهجم هي واصحابها على منه وهو في الاسانسير ومعاه التصميمات عشان ياخدوها منه وبيفضلوا يضربوه. ولكن صحابه بييجوا وبتبقى في ملحمة تاريخية في الاسانسير وهما الاتنين بيقطعوا بعض حرفيا. وانا من موقع هذا بقول لهم يا جماعه ما كانش حته مشروع هتخسروا بعضكم عشانه. فجوه بتتعصب وكالعاده بتروح تاكل وكانت هتتكعبل، بس تاي بيلحقها وبيقول لها يلا يا فاشله روح شوفي الشغل اللي وراكي. وفعلا بنتنا بتسمع الكلام وبتروح تستخبى تحت ترابيزه الاجتماعات اللي هم هيعرضوا عليها المشروع بتاعهم عشان تصوره وتسرقه، بس تاي بيشوفها ولكنه مش بيرضى يفضحها. ولما الموظفين كلهم بيمشي بيقول لها اطلعي يا حقيره كنت بتعملي ايه تحت. فجوه بتقول ان هي معجبه بالتصميم بتاعهم وبتساله عن فكره الاعلان، فهو بيعرفها ان هو اللي صمم الفكره، خصوصا ان بقاله فتره بيعاني من حب من طرف واحد. فجوه بتحس ان هو يقصدها، ولما بتروح بتكتب كل اللي حصل معاها في القصه. وتاني يوم من بيقابل جوه بيترجاها تسامحه وترجع له تاني، بس هي بتقول له انسى خد الملفات دي ووديها على مكتبي.
فبيطلع فوق وبيفضحها قدام الموظفين وبيقولوا ان هما الاتنين بيحبوا بعض. فجوهو بتحس بالاحراج بس رئيس القسم بيجي ياخدها عشان عندهم شغل سوا. وفي الوقت ده تاي وهوانج بيمسكوا مني يمرمطوه وبيمسحوا بكرامته بلاط الشركه عشان هو حاول يقرب من جوهو. ولما هوانج كان مروح بيقابل ام جوهو اللي ما بتكونش طايقاه فبتقول له انا بنتي مصاحبه شاب غني ووسيم احسن منك يا معفن، خليك انت كده لوحدك ومفيش واحده هترتبط بيك ولا هتعبرك. وفي الوقت ده جوهو بتكون مع رئيس القسم عشان يصوروا شويه حاجات للاعلانات بتاعتهم، وتاي بيغير عليها فبيكلمها بس ما بيكونش عارف هيقول لها ايه فبيقفل السكه في وشها. ولما بيخلصوا الرئيس بيعزمها على الاكل وطبعا جوهو بتبتدي تنخ قدامه لان هي عيله تفصى، والرئيس بيرتاح لها وبيحكي لها قصته ونقدر نقول ان هو كمان بدا يعجب بيها. ولما بترجع الشركه هوانجي بيسالها هو انت معجبه بتاي ولا لا، بس هي بتقول له مالكش دعوه ما افتكرش ان دي حاجه تخصك. ولما بتطلع بتلاقي تاي جاي يقابلها وبيطلب منها يخرجوا سوا، فهي بتوافق وبتقول ان هي هتقابل رئيس القسم الاول بعد كده هتيجي تقابله. ولما بتروح تقابله بيعرفها ان هو شخص مسؤول وبيربي بنت اخوه وبيطلب منها تيجي تتعشى معاه، بس بيتفاجئ لما بيلاقي تاي بره. فتاي بيحاول يلغوش على الموضوع وبيقول له انا بس كنت معدي من الشارع ده. طب انت معدي بالنسبه للاخ من اللي مستخبي ورا الشجر كان معدي هو كمان؟ وبنلاحظ ان هوانج كمان كان مستنيها، وانا من موقع هذا بقول لهم ايه يا جماعه هو مفيش الا جوه في كوريا كلها عشان تستنوها ولا ايه؟ فبياخدوها هما الثلاثه وبيعزموها على اكل وكل واحد بيقول المميزات اللي فيه وان هو حق واحد بيها. وبتقوم ملحمه تاريخيه ما بينهم والمحل كان هيولع وبنتنا الغلبانه محشوره في النص مش بتعمل حاجه غير ان هي بتشرب معاهم. وبيروحوا هما الاربعه الشغل وهم تعبانين، وبتنزل جوه عشان تقابل اخوها اللي بيتحايل عليها ترجع البيت تاني، بس هي بترفض لان امها بتعاملها وحش وبتعامله هو احسن منها بالرغم ان هو فاشل ومش بيشتغل. فاخوها بيزعل وهي كمان بتتعصب فبتروح تاكل، وكالعاده صاحب المحل بيكرشها ولكن هي المره دي بتتعب وبتروح المستشفى، والممرضه بتقول لها ان في حد من شركتها هيجي ياخدها فبتبقى مستنيه تاي هو اللي يجي، ولكنها بتتصدم لما هوانج هو اللي بيجي وبياخدها يوصلها البيت. وتاني يوم بتكون تعبانه قوي بس لما بتروح الشغل بتكتشف ان في راس خنزير عندها على المكتب فبتصوت وبتعرف ان رئيس القسم هو اللي جايبها لها. وبعد شويه تاي بيروح يطمن عليها وبيقول لها انا من النهارده مش عايزك تفكري الا فيا انا وبس، وبيطلب منها ان هما يخرجوا وهي بتوافق. فجوه بتتبسط وبتتشيك وبتلبس الحته اللي على الحبل، بس بتكتشف ان هو مش هيخرجها في موعد رومانسي انما هيروحوا يشتغلوا هما الاتنين، وحرفيا بيفضل يمرمطها معاه ويعذبها، وطبعا هي بتكون نفسها تولع فيه وفي نفسها عشان تخلص. وبعد شويه بتصعب عليه فبيصورها كام صوره من غير ما تاخد بالها، وطبعا عشان يصالحها بيعزمها على اكل، وبعد كده بيوصلها للبيت. ولما بيمشي بتتفاجئ ان هوانج جاي يشوفها وبيحكي لها وبيعرفها ان هو سابها زمان لان عيلته كان عليها ديون وما كانش معاهم فلوس ومش هيقدر يعيشها في مستوى كويس، فقرر يسيبها عشان تشوف حد احسن منه. بس جوه بتتضايق ان هو خبى عنها وبتقوله انت كنت مفروض تقولي وانا قرر هفضل معاك ولا لا، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم تاي بيكون متعصب فبيوقع القهوه على نفسه بالغلط، ولما جوه بتيجي بيطلب منها تجيب له قميص بس هوانج بيقول له ما هيش رايحه في حته، وبيبداوا هما الاتنين يتخانقوا سوا لحد ما رئيس القسم بيقول لهم خلاص يا جماعه هروح انا وجوه، بس بيزعقوا له. فمن بيتدخل وبيقول لهم هروح انا وجوه، بس هما بيصوتوا في وشه. وانا من موقعي هذا بقول لكم ما كانش حته قميص يا جماعه هتتخانقوا عليه، ابعتوا لي بس الفيزا وانا اجيبه لكم وابعته لكم. والخناقه دي بتخلص لما الرئيس التنفيذي بيقول لهم اهدوا هروح انا وجوه نشتري القميص، وطبعا كلهم بيسكتوا لان هما ما بيكونوش شاكين فيه ان هو معجب بيها. وفي السكه بتفضل جوه تفكر هل هي تختار تاي اللي بدا يعجب بيها ولا تختار هوانج حبيبها السابق، وما بتكونش عارفه هتعمل ايه. وبتجيب القميص وبترجع الشركه عشان تديه لتاي اللي بيتبسط، ولكنه بيكتشف ان هي نسيت التليفون بتاعها، وبالغلط بيشوف رسالة مبعوتة لها من موقع القصص فبيستغرب. ولما بيفتحه وبيقرا كل الشتايم اللي هي كاتباها عنه بيبقى عايز يولع فيها، ولكنه بيتبسط لما بيلاقيها شاتمة منه ومسحة بكرامته البلاط، خصوصا لما عرفت ان هو خاين وبتاع بنات. فتاي بيتخانق مع هوانج وبيعرف ان هو بيحب جوه اكتر منه، ورئيس القسم ومن بيدخلوا هما كمان على الخط وبيقولوا له احنا بنحب جوه والمنافسة بتشتغل ما بينهم. فالاربعة بيعملوا مسابقة وصاحب اعلى نقط هو اللي هيبقى مع جوه في الاخر لانه الكسبان، وبيبدأوا هما الاربعه يتخانقوا، والمنافسه بتكون من حيث الجمال والاناقه واللياقه، واكتر واحد بيحب جوهو فيهم. فهوانج بيقول طبعا انا اكتر واحد بيحبها، بس تاي بيعترض وبيعرفوا ان هو بيحب جوهو من ساعه ما جت الشركه وقبل ما ترتبط بيه اساسا. واثناء ما المنافسه مولعه بيدخل الرئيس التنفيذي يكتب اسمه وبيعرفوا ان هو كمان بيحبها. واخر تحدي يعرفوا هي جوهو بتسمع كلام مين فيهم، فبيعزموها في مطعم، وكل واحد منهم بيطلب منها ان هي تختار حاجه بس هي بتكسفهم كلهم وبتسمع كلام تاي، وبالتالي هو اللي بيكسب.
بتكسب. وانا في اللحظه دي اتصدمت يا جماعه، هو مفيش الا جوهو في كوريا كلها عشان تقعدوا تتخانقوا عليها؟ ونرجع لهوانج اللي مش بيستسلم وبيخرج جوهو وبيطلب منها ان هي ترجع له، بس هي بترفض. بس هو بيطلب منها فرصه اخيره وان هي عمرها ما تندم لو رجعت له تاني. ولما بترجع الشركه تاي بيقابلها في الاسانسير وبيقول لها ما تخافيش يا حبيبتي انا هوصلك للبيت. وتاني يوم الست جوهو بتبدا تفكر هي هتبقى مع مين في الراجلين الحلوين اللي متقدمين لها دول، وبتفضل طول الوقت سرحانه. فتاي بيتسحب وبيقول لها انا عازمك على العشاء النهارده لوحدنا، بس بيكتشف ان الشركه كلها معزومه على عشاء عمل. وبالليل جوهو بتتفاجئ ان تاي لسه في الشركه وبيحاول يقرب منها، بس هوانج بيظهر وبيشدها على طول، وكل واحد فيهم بيقول ده هتبقى معانا، وبيفضلوا يشدوها لغايه اما ايدها كانت هتتكسر. فبتقوم مصوته لهم، ولكن بنكتشف ان كل ده تخيلات. واثناء العشاء بيفضلوا يتخانقوا مين هيقعد جنبها وهياكلها اكتر، فبتفضل تاكل يعني لغايه ما بطنها بتوجعها، فبتسيبهم وبتمشي. بس تاي بيطلع وراها وبيصلحها، ولكن امها بتكلمها وبتعرفها ان اخوها هرب من البيت. فبيبلغوا البوليس وبيدوروا عليه في كل حته ولكنهم مش بيلاقوه. فبتحس جوهو بالذنب، خصوصا ان هي زعقت له في اخر مره. فبتروح تحكي لتاي اللي بيواسيها وبيطلعوا هما الاتنين يدوروا عليه. وبعد لما بيلفوا كوريا كلها حرفيا بتلاقيه نايم في الشارع، فبتصوت وبتروح تهجم عليه وبتفضل تضرب فيه. وبعد لما بتخرشم وبتعتذر له على اللي هي عملته فبيقرر يسامحها. وتاي بيوصلها لبيتها وبيقول لها شويه حاجات عنه هي كانت كاتباها في القصه، فبتستغرب. ولما بتروح بتفتح الموقع وبتكتشف ان هو قرا القصه بتاعتها، وتبقى خايفه لا يولع فيها من كتر الشتيمه اللي هي كاتباها. بس تاني يوم بتلبس وبتتشيك عشان هما هيخرجوا سوا. والمره دي ابننا تاي بيتطور وبياخدها مكان رومانسي، وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان هو بيعزمها على الاكل وبيعترف لها بحبه وبيطلب منها ان هي توعده، فبتوافق وهي مبسوطه. بس للاسف بالليل بتروح عزا ابو هوانج اللي لما بيشوفها بيحضنها على طول، بس لما بيلاقي تاي جاي بيبعد عنها بسرعه. فهي بتروح تواسي امه لان هي كانت بتحبها ودايما بتعتبرها زي بنتها. ولما جو بتروح امها بتبعت لها رساله وبتعرفها ان هي فهمت غلط وان هما كانوا بيتكلموا في موضوع تاني وسيرتها جت بالصدفه. فجو بتتضايق وبتقرر ان هي ترجع تعيش معاهم تاني. وتاني يوم في الشغل كانت بتجيب ملف وكانت هتقع، بس المره دي تاي وهوانج هما الاتنين بيلحقوها وبيبداوا يتخانقوا عليها كالعاده. ولكن هوانج بيعرفها ان هو هيقابلها النهارده، فجوه مش بترد عليه وبتفضل ساكته. فتاي بيتعصب وبيمشي، ولما جوه بتروح وراه بيزعق لها وبيقول لها ان هي كانت لازم ترفض لان هما الاتنين دلوقتي بيتواعدوا. ولما تاي بيمشي بيروح يقابل الرئيس التنفيذي اللي بيعرفه ان هما هينفذوا فكره الاعلان بتاعه هو وفريقه لان هي حلوه. ولما بيطلع من عنده بيكون متعصب، فبيروح عند جوهو البيت وبيلاقيها واقفه مع هوانج بس هي مش بتقول حاجه، وبتروح عند تاي وبتحضنه. وطبعا هوانج بيفهم ان هي رفضته، وطبعا هما الاتنين بيكونوا مبسوطين. وبتبدا جوهو ان هي تكمل القصه بتاعتها وبتقول ان هي مش هتبقى مع الرئيس التنفيذي ولا رئيس القسم ولا من ولا هوانج، انما هتبقى مع حبيب قلبها تاي. وبيبقوا هما الاتنين مع بعض في الاخر والمسلسل بيخلص. واللي اتعلمناه من الملخص ان انا من النهارده اسمي جوهو، واي حد بيأيدني يكتب تحت في التعليقات، يمكن ربنا يكرمنا بربع حظها ونلاقي حد يعبرنا. وتاني حاجه اتعلمناها من الملخص ان احنا اول ما نروح كوريا لازم نشتغل في شركه الاعلانات دي، لان من الواضح ان فيها حاجات كتير قوي حلوه. واول كومنت معانا من هلا من الاردن، وانا كمان بحبك قوي يا هلا انت وكل اهل الاردن. والكومنت اللي بعده من مايا من الجزائر، وانا كمان بحبك يا مايا انت وكل اهل الجزائر. والكومنت اللي بعده من وصال من المغرب، وانا كمان بحبك قوي. والكومنت اللي بعده من سالمه من لبنان والكويت، وانا كمان بحبك قوي يا سالمه. والكومنت اللي بعده من جنات من مصر، وانا كمان بحبك قوي يا جنات. والكومنت اللي بعده من مي، وانا كمان بحبك قوي. واخر كومنت معانا من فرح من ليبيا، وانا كمان بحبك قوي يا فرح انت وكل اهل ليبيا. وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة. سلام.